السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في كل مكان. حبيت أن أبشركم وأكلمكم أن أنا تواصلت مع سعادة السفير سالم بن بريك سفيرنا في الرياض، مشكور متجاوب معي. طرحت له موضوع هموم ومشاكل المغتربين كاملة في المملكة، وأن هناك أعداد كبيرة بالعشرات الآلاف قائمهم منتهية، كروت أعمالهم منتهية بسبب رسوم المرافقين، المقابل المالي، الأعداد الكبيرة جدا الذي لا يعني صعب أنهم منقطعين لا أعمال ولا مهام بسبب أولا النسبة القليلة التي ما زالت مسموحة لليمنيين في المؤسسات والشركات، كموضوع البصمة الإبعاد، بصمة المرحل. البصمات هذه يعني أحيانا واحد مثلا الكفيل يعمل بصمة يعني بلاغ كيدي بخلاف بسيط ويمنح هذا الشخص أن يدخل المملكة أو يفتح له باب رزق لسنوات طويلة. وبصمات الإبعاد وبصمات التي هي بسيطة ثانوية، بصمات المرحل، بصمات إبعاد، قضايا كثير من المغتربين. طرحت هذا الموضوع وفندت له كثير من المشاكل والهموم، وقلت له هناك حلول ومعالجات. الأشقاء في المملكة طرحوا فترة سماح 6 أشهر، مضت من هذه 6 أشهر شهرين، يتبقى 4. يا سعادة السفير قلت له استغل هذه الفترة واجلسوا مع الأشقاء واطرحوا حلول ومعالجات لهذه القضايا، لأنه هناك عشرات الآلاف، لا أبالغ أن يصلوا إلى مئات الآلاف عاطلين على الأعمال والمهام، قائمهم منتهية، لا يستطيعون مزاولة حياتهم. طرحت له هذا الموضوع واتفقنا، قلت له أنا عاد أتواصل معك مرة ثانية واطرح لك المشاكل وما هي من تصور من عندي، ما هي الحلول والمعالجات لهذه المشاكل. تجاوب معنا السفير. أنا حبيت أن أطلعكم ماذا يدور وماذا يعمل. أننا تواصلت مع كثير من المسؤولين، والآن تجاوب معي سفيرنا في الرياض، وإن شاء الله سنتواصل مع كل المسؤولين في كل مكان لتذليل الصعاب والمشاكل والهموم للمغتربين في الخارج حتى قضايانا في الداخل. نسأل الله أن يصلح حال بلادنا. حبيت أن أطرح لكم هذا الموضوع. دمتم ودام الوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.